بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو كنا فيه مع بعض. الحقيقة اتأخرت عليكم جدا، معلش سامحوني، ولكن القناة واقعة جدا. مما يعني عايزة اقول لكم، عندي إحباط شديد جدا جدا من قلة التفاعل يا جماعة. قناة مفيش أي تفاعل فيها، فمما سبب لي إحباط شديد جدا جدا. ولكن عايزة أقول لكم بحبكم في الله. تابعوني وشجعوني. اللي مش مشترك في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا مني أي فيديو جديد أو أي إشعار بأي فيديو أو أي لايف. كمان اعملوا لي لايك يشجعني يا جماعة، ويحطوا اللايك مهم جدا جدا في الفيديو. تمام. يلا نبتدي ونصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونبتدي الوصفة بتاعتنا. انا جايبة كيلو كوسة هعمله معاكم اهو. عملته نضفته كله، بس خليت كام واحدة كده عشان نضفهم معاكم. انا بنضف يا جماعة بالسكينة مشرشرة او الجنب المشرشر بتاع المقوار اللي بنعمل بيه المحشي، عشان يديني خطوط طولية كده شكلها حلو وشيك جدا. وبعدين بشيل من فوق ومن تحت كده. خلاص كده تبقى الكوسة نطفت معايا، باخدها وبغسلها بعد كده. بصي، من فوق ومن تحت كده يعني ايه. باخدها هنضفها طبعا، وبعدين بقطعها قطع يعني ايه. بصي شايفة السمك ده، ما تعملهاش رقيقة عشان ما يعني ما تستويش قوي قوي منك وتبقى مهرية زي ما بيقولوا. خليها تخينة شوية عشان تستحمل معاكي الاستوى، وكمان تستحمل لو اتبقى منها حاجة هتغليها تاني او كده، تستحمل ما تبقاش مهرية منك. قطعتها كده بالطريقة دي كلها. زي ما انت شايفة السمك، بوريك السمك بتاعها. بصي، وكمان بصي الخطوط الطولية الجميلة بتاعتها، ما شاء الله. يعني شكلها رائع ما شاء الله. طيب معايا نص كيلو. الكيلو ليه نص كيلو من القوطة، غسلاه برضو منضفاه حلو قوي، وبعدين هقطعه كده قطع يعني إلى حد ما عشان أساعد الخلاط طبعا، لأنك لو هتحطيها في الخلاط كده مش متقطعة، مش الخلاط هيتعب ومش هيعملها. فأنا قطعتها عشان أحطها في الخلاط كده، وكمان بحط عليها شوية مية عشان أسهل على الخلاط المهمة بتاعته يعني. تمام. وضربتهم كده في الخلاط شوية، وهنشوف هنعمل ايه. متنسينيش في اللايك، وصلت معايا لحد هنا متنسينيش في اللايك. حطيت الكوسة كده في صينية. النهاردة الكوسة هنعملها في صينية يا جماعة في الفرن. آه، حطيت الكوسة وجبت البصلة يا جماعة. انا بقطعها كده على ايدي زي امهاتنا واجدادنا، بتطلع حلوة قوي وناعمة وجميلة، يعني ما بتطلعش وحشة زي ما انت شايفة. بقطعها بالطريقة دي. كمان انت عايزة تقطعيها على حاجة، يعني قطعيها عادي، بنقطعها عادي. ولكن دي الطريقة اللي انا بعمل بيها على طول. بملح البصلة طبعا. حطيت القوطة. يبقى كده حطيت الكوسة والقوطة والبصل والملح، وحطيت زيت. حطيت حوالي 3 4 معالق زيت كده حلوين. احط الفراخ بتاعتي، واحط فلفل اسمر. تمام. رفعتها على النار كده عشان تغلي معايا كام غلوة. احطها على النار الاول قبل ما تتحط في الفرن. انا كده ولعت الفرن وسبتها على بال ما تغلي معايا على البوتاجاز شوية. وصلت معايا لحد هنا. قوليلي بتتابعيني منين، وقوليلي ايه رأيك في الطريقة بتاعتي. وكمان ان ما كنتش مشتركة اشتركي وفعلي زر الجرس، واعملي لي كومنت حلو واعملي لايك. بعد ما غلت يا جماعة حطيناها في الفرن. طبعا كنا مسخنين الفرن قبل كده، فرن البوتاجاز. حطيتها في فرن البوتاجاز، وطبعا هقفل عليها كده وهسيبها شوية واغيب وابص عليها عشان ايه. خلاص وصلت معايا المرحلة النهائية وهتستوي خلاص. وانا شغالة يا جماعة الكوسة في الفرن، هعمل رز حباية وحباية. جبت الرز، جبت الحلة طبعا، وحطيت فيها زيت وسخنته كويس اوي. جبت الرز غسلته، حطيت شوية منه. صراحة حطيت شوية كتار عشان انا بحب الرزاية الحمرا بتبقى كبيرة، انت كتيرة يعني. عايزاها اقل من كده حطي اقل من كده. حطيت كده حوالي يعني تلت كمية الرز اللي انا هعملها عشان احمرها. خليكي معايا وهتشوفي ايه كده شكل الرز هيبقى شكله ايه. حمر، ابتدى يحمر معايا الرز. حمريه كويس بس عشان هو لما بتحط عليه الشوربة بيفتح
فلازم تحمريه كويس عشان تبان الرزاية البيضة من الرزاية الحمرا. حطيت الجزء التاني من الرز الابيض وهبتدي برضو اقلب شوية، ما يقلش عن دقيقتين. حطيت الشوربة وحطيتها، طبعا كلنا عارفين ان الشوربة بيبقى فيها قوطة وبصل والكلام ده، حطيتها بكل ما فيها. انا بحب احطها كده. تمام. بصيت على الكوسة يا جماعة لقيتها استوت خلاص، فخدتها من فوق من الفرن يعني كده فوق، وفي درج تحت. لما بتشغلي الفرن بتبقى النار بدل ما اشغل الشواية، بتبقى النار يعني ايه تنفع ان انت تحطيها، فبتدي الوش الاحمر. طبعا انا حاطة الرز على النار، وطيت جدا جدا على الرز. خلاص قرب يستوي اهو. تمام. هسيبه بس شوية تاني قليلين كده وهنبص عليه تاني. يبقى انا حطيت الكوسة في الدرج اللي تحت ده في نار من فوق عشان بس يحمر. بصي شايفة الوش بقى شكله ايه، بدل ما تشغلي الشواية وتستهلكي اكتر وتطفي وتولعي والكلام ده. انا عندي الشواية والنار بيشتغلوا مع بعض، ولكن عشان شغالين مع بعض لازم تسيبي الباب مفتوح بتاع الفرن ولا هيحصل مشاكل. طب انا على ايه؟ انا شغلتها من تحت، وبعد ما استوت رحت مديها، ما هي مش هتاخد اكتر من 3 دقايق في الدرج ده، هتلاقيها احمرت وبقت بالشكل ده. وده شكل الكوسة يا جماعة بعد ما استوت خالص. ما شاء الله اتختمت كده وحلوة قوي، ما شاء الله. شايفة؟ بسم الله ما شاء الله. ريحتها روعة ما شاء الله. طبعا الكوسة بالطريقة دي خفيفة جدا، لان البصلة فيها مش متحمرة ولا الطماطم متسبكة، فهي كده خفيفة وحلوة ما شاء الله عليها. وصلت معايا لحد هنا حطي لايك يا ست الكل كده. لو انتي بتتفرجي عليا ومش مشتركة معايا اشتركي وفعلي زر الجرس. كمان اكتبي لي كومنت مشجع، شجعيني. ان شاء الله القناة تكبر بيكم وليكم بإذن الله تعالى. كمان بصوا الفراخ ما شاء الله مستوية مزبدة جدا جدا ما شاء الله. وبعد كده ما بصي ما شاء الله هوريها لك كده بعد ما نغرف هتشوفي. بصي ما شاء الله شكل الكوسية شكلها ايه. زي ما قلت لك قطعتها كبير عشان ما تتريش منك واثناء التسوية. ما شاء الله. تمام. ريحتها خرافة ما شاء الله، الريحة بصراحة تهبل جميلة جدا جدا. بالطريقة دي يا جماعة الأولاد هيحبوا الكوسة. الطريقة دي خفيفة جدا هتخلي ولادك يحبوا الكوسة، لأن في بعض الأولاد أو معظم الأولاد بصراحة ما بيحبوش الكوسة. فالطريقة دي حلوة جدا وجميلة يعني. اعمليها كده بنفس الطريقة ان شاء الله هتطلع معاكي حلوة. او بعد ما خلصنا بقى والرز استوى ما شاء الله، تعالي شوفي الرز وشكل الرز وشوفي الكوسة مستوية ازاي. بصي الرز حباية وحباية، الرز ده اسمه رز اسكندراني، حباية وحباية. زي ما قلتلك انا بحب اكتر الرزاية الحمراء. تمام. انت عايزة تقلليها عن كده قلليها. ده شكل الرز بتاعنا، ودي الكوسة يا جماعة بسم الله ما شاء الله. بصي مستوية مزبدة جدا جدا. وماسكه روحها في نفس. بصي أنا بوريها لك بايدي اهي، بصي مسبده ما شاء الله لا قوه الا بالله. بصي مستويه روعه ما شاء الله لا قوه الا بالله. طبعا بألف هنا وصحه وعافيه. قومي بقى شجعي، لو ولادك ما بيحبوش الكوسه هاتيها ووريها لهم بالطريقه دي، اعمليها بنفس الطريقه دي ان شاء الله هتعجبهم وهياكلوها. وده اللي حصل معايا يا جماعه. انا يعني عندي ابني ما بياكلش الكوسه، بس بعد ما عملتها له بالطريقه دي قال لي حلوه يا ماما ما شاء الله وكل منها. بألف هنا. تنسونيش لايك وشير وكومنت حلو كده عشان أشجع بيكم كلامكم الجميل. بحبكم في الله. هتوحشوني واستنوني الفيديو اللي جاي إن شاء الله. ادعولي كده إن القناة تشتغل تاني لأنها وقفت يا جماعة عن الربح. ادعولي إنها تشتغل تاني. جزاكم الله كل خير، وإلى اللقاء المرة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم.